يا صباح الفل، ده يوم من ايام سنه اولى جواز وفلوج النهارده بقى طويل زي ما بتحبوا وهعمل لكم وصفه تحفه. فتعالوا خدكم معايا بقى في يومي النهارده واقول لكم عملت ايه. اول حاجه صحيت حضرت فطار كده، وانا الفطار بالنسبه لي دلوقتي بقى فقره من الفقرات اللي بحبها كده، وبحب احضر فطار بروقان. عملت فلافل بقى وجبنه ولانشون وعملت كوبايتين شاي حلوين كده، خلصت فطار بقى الحمد لله. بعد كده غسلت الحاجات اللي كانت عايز تتغسل في الحوض، وكنت مشغله الغساله فخلصت، نشرت كمان الغسيل بالمره. بعد كده بقى كنت عايزه اعمل بسكوت ميلكا، كنت دايما بشوفه بصراحه وعايزه اعمله. العجينه بتاعته سهله قوي، عباره عن سكر وسمنه او زبده ودقيق. اجيب لكم المقادير تحت في الكابشن. بعد كده كنت جايبه بقى القطاعه دي من اي محل بيبيع اللي هي خامات الحلواني، تقدروا تقطعوه باي قطاعه عندكم، بس هي حلوه لان هي بيبقى معاها كمان البورد اللي انتوا بتحطوا عليها الشوكولاته، وبتقطع لكم البسكوت كمان بنفس الشكل. حطيته بقى في الفرن بيقعد حوالي ربع ساعه. بعد كده استخدمت بقى شوكولاته سما، حطيتها على حمام بخار كده، ولما ساحت حطيتها بقى في البورد اللي بيجي مع القطاعه كده، وبسيبه في التلاجة 10 دقايق. وبعد كده بيطلع بقى بالشكل ده. بلزق بقى البسكوت في الشوكولاته بحته شوكولاته كده او بمربى تلزيق، وبيبقى طعمه خطير بجد، كان طعمه تحفه. جربوه لانه هيعجبكم جدا وسهل وسريع قوي. بعد كده بقى كنت عايزه اعمل ايس كوفي، فحطيت النسكافيه وحطيت عليه شويه ميه. حطيت كمان بقى من الدانة الكراميل اللي انا كنت عاملاه معاكم في الفيديو اللي قبل ده، وحطيت شويه لبن، ما حطيتش سكر بقى، استكفيت بالسكر اللي هيبقى في الدانت، وضربته كده بالهاند بلندر. وحطيت بقى تلج في الكوبايه، وصبيت بقى الايس كوفي بتاعي. وعايزه اقول لكم كان طعمه خطير بجد، الدانت خلى طعمه كريمي كده، وكان طعمه بجد تحفه قوي. شربت بقى الايس كوفي بتاعي. بعد كده بقى لبست وجهزت عشان نازله رايحه عند ماما، وده كده كان الاوتفيت. نزلت بقى وانا من محبين قوي الجو ده بجد، اللي هو دخول الشتاء ده بيبقى الجو بالنسبه لي حلو وفيه هوا كده، فبجد الجو كان تحفه. وصلت طبعا عند ماما، واول حاجه بقى بعملها ان انا بخش على طول على المطبخ. ماما حبيبتي بقى كانت مدلعاني وعامله لي فته ولحمه، فحطينا بقى الفته كده في الاطباق، وكانت عامله اللحمه سلقاها، وبعد كده شوحتها بقى بفلفل وبصل، وحطيت عليها بقى صلصه من شوربه اللحمه، وبجد كان طعمها تحفه. اكلنا بقى الحمد لله. بعد الغدا بقى بشويه شربت كوبايتين شاي انا وماما، وانا من محبين الشاي جدا، لو يوم ما شربت الشاي كده بحس ان يومي لا في حاجه ناقصه. شربنا بقى احلى كوبايتين شاي. بعد كده قعدنا نتفرج على التلفزيون. بعد شويه ماما كانت عايزه ايس كوفي، فعملت لها ايس كوفي بقى حلو كده. انا اكلت ايس كريم، مرضتش اشرب ايس كوفي لاني كنت شاربه قبل ما انزل. بعد كده بقى لبست ونزلت علشان اروح، بس قبل ما اروح كنت عايزه اشتري شويه حاجات، فروحت بقى اشتريت الحاجات اللي انا كنت عايزاها. واشتريت بقى حاجه كان نفسي فيها بقالي فتره، وعملت لكم انبوكسنج ليها في فيديو اليوتيوب اللي هينزل بكره، متنسوش تروحوا تشوفوه. بعد كده بقى روحت البيت، ابتديت افضي الحاجات اللي انا جبتها، فضيت اللبن كده في مكان ودخلته التلاجة. بعد كده بقى ماما كانت مدياني فته، فسخنتها وسخنت الشوربه واكلت الحمد لله. بعد كده بقى مسحت